قرار عمري ما هندم عليه في حياتي، وهو ان انا سبت شعري كيرلي في الحنه وفي الفرح. طب ازاي في كل مره كان شعري بيطلع بيرفكت من غير ولا غلطه، ديفايند ومش هايش ومدي طول الحمد لله زي ما انت شايفه كده، او مش شايفه، مش عارفه. هلوز، اهلا بيكي في اللوكيشن الجديد في عش الزوجيه. المهم، اهم نصيحه الاول اقدر اقدمها لك قبل الفرح بشهر، لازم تكوني اديله حقه من الترطيب كويس قوي، وما تغسليهوش اكتر من مره في الاسبوع. نخش بقى على الخطوات. عذرا كالعاده على هذا المنظر، ركزي معايا في الخطوات دي خطوه خطوه، لان لو خطوه منهم وقعت شعرك مش هيبقى مظبوط. اول حاجه الشامبو، طبعا على الجذور فقط، ده المفروض ان هو بتاع القشره. احنا بما اننا داخلين على شتاء فانا شعري مليان قشره، فدي لحد ما انقذتني ان شعري كان ساعتها نضيف. 2 البلسم بحطه باهتمام شويه، بقسم شعري خصل مش كبيره ومش صغيره، يعني حاجه متوسطه كده. بحط كميه ولا هي كبيره ولا هي صغيره برضو، على قد الخصل واوزعها. احنا كل ده بنرطب بس شعر كيرلي من غير ترطيب، ولا كأنك عملتي اي حاجه. مهما كنت بتستخدمي ليف ان تحفه، ومهما كنت امينه جدا وبضمير جدا بتعملي الستايلينج. وهنا والاول مره هستخدم الفرشه من تحت لفوق. انا كنت في الاول بستخدم الفلاكسي براش، بس بعد ما استخدمت التانجل تيزر، لا دي مميزه جدا واحسن بكتير من الفلاكسي. بتسلك الشعر حلو، بتتنضف بسهوله، ده غير ان هي بتطلع الشعر منها بسهوله جدا. بلسم بسيبه في حدود 3 دقايق 5 دقايق، حلو قوي كده. 3 الحمام الكريم، وبرده تبع كلاري. ده بقى انا بحتاج ان انا اقسم الخصل اصغر شويتين 3، واحط كميه محترمه كسلت بصوابعي كاني بعمل ستايلينج. هاخد خصله صغيره بخصله صغيره واقوم لفاها عشان اتاكد ان الترطيب وصل لكل شعرايه في شعري. نفس الكلام في باقي شعري. الحمام الكريم هو اللي بحتاج ان انا اسيبه مده اطول شويه، مش اقل من تلت ساعه، يعني ما بين تلت ساعه لنص ساعه، حلوه قوي. وممكن عمال ما التلت ساعه دي تعدي وانتي في الحمام، ممكن مثلا تعملي شايفنج، تعملي حمام مغربي. انا بعمل كده بصراحه، بستغل الوقت ده لان انا بعمل فيه حاجه تانية. بعد ما عدى النص ساعه شطفت شعري من حمام الكريم، وحاليا هو بيسقط ميه. هنورت الستايل بخاخه وغرقي شعرك ميه ليف ان كلاري، وده فرحك فما تبخليش على نفسك وحياتك. غرقي شعر، وهاخد بقى حرفيا شعرايه شعرايه واقوم عامله لها فينجر كويس. الشعرايه اهي، هحط صبعي كده 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 كده. تاني الشعرايه اهي، هحط صبعي من فوق كده، واجيب شعري على الشمال والف، لفي 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 لفي، وهكذا في باقي شعري. كل ما تصغري الخصل كل ما هتاخدي نتيجة احسن. معلش الموضوع ممل شوية، بس احنا عايزين ناخد احسن نتيجة ممكنة. اخر حاجة الجل، ده فايتال كير، جايبة النوع ده الهولد بتاعه عالي شوية، كام نقطة كده اهو. ناخد الخصلة نشدها كده اهو عشان الشعر ما يقزعرش مننا ويبقى واخد طول. نستنى بقى لحد ما ينشف. بعد ما شعري نشف بالسلامة، هجيب اي نوع سيرم، وعلى بطن ايدي احط نقطتين، وفك الكاست بتاعت الجل، وبكده انت بقى عندك شعر ديفايند وممتاز 100%. بس كده، باي.